سأقرأ عليك يا أستاذ حسين قصيدة. نعم. هي للشاعر هاشم الرفاعي. هاشم الرفاعي يكتبها على لسان رفيقه في السجن في الزنزانة. حكم بالإعدام، الحكم سينفذ غدا. فأرسل هذه الرسالة إلى والده على لسان المحكوم، وسماها رسالة في ليلة التنفيذ. كن معي في هذه القصيدة. أنا معك فيها وفي كل قصيدة. يقول: أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني. هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران. لم تبق إلا ليلة أحيا بها، وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أبتاه، لست أشك في هذا، وتحمل بعدها جثمان. الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني. ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله، ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. يا سلام يا سلام. والصمت يقطعه رنين سلاسل، عبثت بهن أصابع السجان. ما بين آونة تمر وأختها، يرنو إلي بمقلتي شيطاني. من كوة في الباب يرقب صيده، ويعود في أمن إلى الدوران. أنا لا أحس بأي حقد نحوه، ماذا جرى فتمسه أضغان. هو طيب الأخلاق مثلك يا أبي، لم يبدو في ظمأ إلى العدوان. لكنه إن نام عني لحظة، ذاق العيال مرارة الحرمان. فلربما وهو المروع سحنة، لو كان مثلي شاعرا لرثاني. أو عاد من يدري إلى أولاده يوما، تذكر صورتي فبكى. وعلى الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة، غليظة القضبان. قد طالما شارفتها متأملا في الثائرين على الأسى اليقظان، فأرى وجوما كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غليان. نفس الشعور لدى الجميع، وإن هم كتموا وكان الموت في إعلان. ويدور همس في الجوانح، ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني. أولم يكن خيرا لنفسي أن أرى مثل الجميع أسير في إذعاني. ما ضرني لو قد سكت، وكلما غلب الأسى بالغت في الكتمان. هذا دمي سيسيل يجري مطفئا ما ثار من جنبي من نيران. وفؤادي الموار في نبضاته، سيكف في غده عن الخفقان. والظلم باق، لن يحطم قيده موتي، ولن يودي به قرباني. ويسير ركب البغي، ليس يضيره شاة إذا اجتثت من القطعان. هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي، وتمور بعد ثواني، وتقول لي إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان. أنفاسك الحراء وإن هي أخمدت، ستظل تعمر أفقهم بدخان. وقروح جسمك وهو تحت سياطهم، قسمات صبح يتقيه الجاني. دمع السجين هناك في أغلاله، ودم الشهيد هنا سيلتقيان. حتى إذا ما أفعمت بهما الربا، لم يبق غير تمرد الفيضان. ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان. إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان. وتتابع القطرات يأتي بعده سيل، يليه تدفق الطوفان. فيموج
يقتلع الطغاة مزمجرا، أقوى من الجبروت والسلطان. الله الله الله. أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سوف يعروها دجى النسيان، أم أنني سأكون في تاريخنا متآمرا أم هادم الأوثان. كل الذي أدريه أن تجرعي كأس المذلة ليس في إمكاني. لو لم أكن في ثورتي متطلبا غير الضياء لأمتي لكفاني. أهوى الحياة كريمة، لا قيد لا إرهاب، لا استخفاف بالإنسان. فإذا سقطت أحمل عزتي، يغلي دم الأحرار في شريان. يا سلام. أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الشمس كل مكان، واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الألوان، وسمعت أنغام التفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألبان، وأتى يدق كما تعود بابنا، سيدق باب السجن جلادان، وأكون بعد هنيهة متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيدان. ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما صنعته في هذه الربوع يدان، نسجوه في بلد يشع حضارة وتضاء منه مشاعل العرفان، أو هكذا زعموا، وجيء به إلى بلد الجريح على يد الأعوان. أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الأحزان والأشجان، إن ابنك المصفود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مدان. فاذكر حكايات بأيام الصبا قد قلتها لي عن هوى الأوطان، وإذا سمعت نحيب أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريعان، وتكتم الحسرات في أعماقها ألما تواريه عن الجيران، فاطلب إليها الصفح عني، إنني لا أبتغي منها سوى الغفران. ما زال في سمعي رنين حديثها ومقالها في رحمة وحنان. أبني إني قد غدوت عليلة، لم يبق لي جلد على الأحزان، فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال، ودعك من عصياني. كانت لها أمنية ريانة، يا حسن آمال لها وأماني، والآن لا أدري بأي جوانح ستبيت بعدي أم بأي جنان. هذا الذي سطرته لك يا أبي، بعض الذي يجري بفكر عاني، لكن إذا انتصر الضياء ومزقت بيد الجموع شريعة القرصان، فلسوف يذكرني ويكبر همتي من كان في بلدي حليف هواني. وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. الله. هذه قصيدة هاشم الرفاعي. هذه ملحمة، هذه رسالة في ليلة التنفيذ. ملحمة. ملحمة. أنا واجن أمامها.